قطعة نحاس تحفة زي دي مملوكية عمرها فوق 650 سنة. بس ايه رأيك لو وديتك عند واحد بتاع نحاس يعمل لك واحدة اخت دي ما تعرفش تفرقها عنها؟ ادينا الشكل النهائي بتاعك. الحقيقة ان في خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان المهنة لسه عايشة واللي هيعمل لنا قطعة نحاس شبه دي بالظبط لسه موجود، لكن الخبر الوحش ان المهنة للأسف بتنقرض، وللأسف الشديد قريب قوي مش هنشوفها تاني. اللي يعمل قطعة زي دي قليل جدا، يعني يعدوا 2-3 في المهنة بالكتير جدا. ودلوقتي يلا بينا ناخدكم جولة في أدغال حي الجمالية في حارة المبيضة، علشان نروح لواحد من أمهر صنايعية النحاس في مصر كلها، عم ناصر الموردي. دلوقتي في حارة المبيضة عشان نروح لعم ناصر الموردي في مكانه علشان يعمل لنا القطعة زي اللي كانت موجودة في المتحف بالظبط. واللي أنا هوريهولك النهاردة ده والله ما شفته قبل كده ولا حد هيوريهولك بعد كده. احنا دلوقتي في حارة المبيضة في وسط صناعية النحاس الأصليين في مصر، ورايحين عند عم ناصر علشان نشوفه ونصور معاه ونشوف العظمة اللي هو بيعملها. هنا اهو جوه، ندخل هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم ناصر؟ الاخبار عامل ايه؟ الاخبار. احنا هنا دلوقتي عند عم ناصر الموردي في ورشته اللي هنا في حارة المبيضة في شارع المعز. المهنة دي مهنة قديمة زي ما قلنا قبل كده، هي من العهد المصري القديم من حوالي 5000 سنة. المصري القديم عرف النحاس قبل ما يعرف حتى الحديد، وكان بيعمل منه ادواته والادوات اللي بيستعملها في يومه والادوات اللي بيستعملها في اكله وفي شرابه في كل حاجة. وبدأت تتطور مع الوقت في عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى والحديثة، لحد ما بنوصل كمان للعصر اليوناني البطلمي، وكمان بنوصل بعد كده للعصر القبطي، علشان توصل ذروة مهنة النحاس في مصر لقمتها في العصر الإسلامي، وبالذات في العصر المملوكي اللي كان الفنان المصري اللي شغال في النحاس أو النحاس المصري كان عنده شهرة واصلة للعالم كله. كان شغله هو أحسن شغل في الوطن العربي وفي العالم كله في الوقت ده. احنا بنشوف هنا اهو عم ناصر. قول لنا بقى يا عم ناصر، انت بدأت الشغلانة دي من امتى؟ هنفكرك بالماضي بقى شوية. ده انا 50 سنة ولا انا بدأت المهنة ديت من سن 7 سنين. طبعا بدأتها اجبار لان اخويا الكبير هو كان شغال في المهنة ديت، وطبعا خلصت اولى ابتدائي والدتي قالت له خده عشان ما يلعبش في الشارع، خده شغله معايا. فمن ساعتها من اليوم دوت لغايه النهارده وانا في المهنه ديت. كنت اخرج من المدرسه على الورشه عند اخويا، اخرج من المدرسه على الورشه لغايه الحمد لله ما فتحت انا ورشه احنا بنتكلم الكلام ده بدايته من حوالي 50 سنة تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. في البداية احنا عايزين نعرف بس يعني ازاي حتة النحاس يعني بتبدأ ازاي؟ شكلها في البداية بيبقى عامل ازاي؟ شكلها في البداية بيبقى مثلا قطعة مسطحة زي دي. ايوه. مع اختلاف المقاسات طبعا. على حسب ما احنا عايزين الشكل ممكن نوصل بالشكل دوت. القطعة تبقى كده بتوصل بيها للشكل ده طبعا. يعني القطعة بتبقى في الاول زي كده وبعد كده بتتشكل زي كده بتتشكل. بتتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه. وبعد كده بنبدأ بقى نعمل ايه بعد كده؟ بعد كده دي في حاجة اسمها شمع. صب شمع علشان لما نيجي نشتغل طبعا شغلها من غير شمع غير شغلها مع بالشمع. يعني نصب جواها شمع عشان يخليها ناشفة فنعرف ندق عليها وما تتنيش والنقش يبلغ. هي المادة اللي لونها بني اللي موجودة جوه دي. يعني كده مفيش صوت والنقش مبلغ غير لما بتتعمل. لو اتعملت على كده اكني بنقش عليها. كل حاجة هنا نحاس. هنلاقي هنا ادوات نحاس، هنلاقي الكنك والسبرتاية اللي هو بالمناسبة بيستخدمهم يعني مش ديكور. نلاقي كل حاجة موجودة هنا هي من النحاس وللنحاس. كانوا بيعملوا لحد وقت قريب قوي كل حاجة من النحاس، السراير من النحاس، جهاز العروسة الاتشاط والاطباق المعالق، كل حاجة كانت من النحاس، حتى الكراسي والسراير والترابيزات وكل حاجة. دي كده بتبقى زي ما قلنا لحضرتك حته بتبقى كده واحنا ساده والطفل خلاص يعملها زي ما احنا عايزين او دقات. في حاجه اسمها قبل ما يخترعوا المخارط والكهرباء والحاجات دي كان في حاجات تانية، الحاجات دي بيعملها دقات موجود لغايه النهارده. ودي القطعه ديت دي دق يدوي. دي دق يدوي. القطعه دي دق يدوي. غير دي مخرطه. دي مخرطه. دي مخرطه دي دق يدوي. يعني القطعه دي اتشكلت يدويه لكن دي بالمخرطه. دي بالمخرطه. الجزء ده كمان يدوي.
كمان حضرتك هنا شغل. كل ده يدوي ما شاء الله. ما دخلش فيه التكنولوجيا. شكلها روعه. احنا بنتكلم بقى، احنا بنستلم حته النحاس زي دي كده فاضيه ما فيهاش اي نقوش او حاجه، ازاي بقى بنبدا ننقشها عشان تطلع بالشكل المملوكي اللي احنا شفناه النهارده الصبح في المتحف؟ دي نفس النوعيه، نفس مبخره برضو بس حجم صغير. دي بنبدا فيها، نقسمها، او في المعنى الدارج يعني تقسيم، عندنا اسمه تقسيم. بنقسطها مثلا على العدد اللي احنا عايزينه 6 أو 8. وبعد كده حسب الشكل المراد او اللي يليق على القطعه نفسها بنحدد بقى اللي بنعمله بالبرجله. احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين دي المرحله الثانيه بعد ما بنشكل قطعه النحاس زي كده. بنبدا في البدايه نخطط عليها بالقلم الفلوماستر الشكل اللي احنا هنبدا ننقشه، وعمو ناصر ما بيستخدمش قوالب او اي حاجه، كل ده حرفيا يعني فن منه خالص، هو مش صنايعي، هو فنان حرفيا. الحرفة والمهنة في الدماغ وفي الايد، هاند سكيلد مش مكان خالص. دي كده شوف دلوقتي دي الكلمة اللي عمو ناصر كتبها. ايوه هنا دي كلمة مولانا السلطان. لمولانا السلطان. هنا بقى في كلمات مشابهه بيتكتب اسم السلطان. السلطان ممكن السلطان محمد بن قلاوون لو عايزين، سلطان برقوق، سلطان قايتباي، اي سلطان من السلاطين المماليك. القطعه ديت في الوقت دوت ما كانتش بتتعمل غير للسلاطين والامراء الكبار في الدوله المملوكيه. وبعد ما بنكتب الكلمة أو الرسمة على قطعة النحاس بنبدأ بعد كده ننقشها بالأدوات علشان نمسحها بعد كده، وتتبقى النقشة علشان تدينا في الآخر الشكل اللي هنوصل له. احنا دلوقتي خلصنا، عمو ناصر خلص نقش بعد ما كتبنا الكلمة، هو خلص نقش علشان نوصل للشكل النهائي ده. فيها تكميل الحشوات بقى الداخلية ديت هي اللي بتكمل الشكل النهائي. احنا بنعملها عشان يبان برضه نهائية. شغل نباتي هو اللي بيزود القطعة جمال. وده من اساسيات الشغل المملوكي. ورا الكلمة عشان تديها شكل جمالي اكتر. حرفيا مفيش حته في النحاس بتتساب فاضيه، كل حته بتتنحت وبتطعم بحاجه ثانيه. احنا كده خلصنا الكلمه وخلصنا الارضيه النباتيه بتاعتها، وهي جاهزه دلوقتي ان هي تتمسح الالوان بتاعتها. بنبدا نمسح الالوان بتاعتها بعد ما بننعمها بالاداه اللي هناك دي. بنبدا نمسح الالوان عشان يظهر لنا الشكل النهائي اللي يكون جاهز او واقف على التجفيت. والتجفيت هو تطعيم المعدن بمعدن اسمن منه، زي مثلا النحاس بنحط عليه فضه. طبعا بالفضه والذهب ممكن بيبقى حسب القطعه. ما هي في المتحف برضو احنا يعني نعتبر بنقتبس اللي موجود في المتحف. ففي قطع بتبقى فيها ذهب نضطر نعملها زي اللي في المتحف ذهب. بيكون برضو على تكلفه صاحب الحاجه اللي هو عايز يكلفها بذهب او كذا، فبتتحط له عادي. لكن الذهب شغال عادي وبيتكفت بيه الحاجات دي زيه زي الفضه وزي النحاس الاحمر. اللي ورانا دي مثلا هي عبارة عن الدرع اللي كان بيلبسه المقاتل في الحرب في العصر المملوكي، والدرع ده هي قطعة تقليد للدرع الشخصي بتاع السلطان الظاهر بيبرس اللي كان بيلبسه في المعارك. شايفين القطعة الروعة اللي قدامنا دي عمو ناصر هيشرح لنا دلوقتي القطعة دي عبارة عن ايه؟ ده درع مملوكي. ايوه يعني يقال انه نفس الشكل دوت كان منسوب للظاهر بيبرس. احنا يعني اقتبسنا الشكل وعملناه حديد متطعم بالنحاس الاصفر والاحمر. احنا بنشوف دلوقتي مثال للشكل النهائي اللي بتبقى عليه القطعة بعد ما بتخلص، وده المعدن ده هو حديد
مش نحاس لكنه متطعم بالنحاس الاصفر وبالنحاس الاحمر زي ما احنا شايفين هنا. ونلاقي النص المكتوب هنا عز لمولانا السلطان الملك، وهنا الالقاب بتاعته بقى العادل، وهنا السلطان. عايز اقول لكم ان قطعه زي اللي ورانا دي عمو ناصر لما بيخلصها بيضطر يقدم اثباتات بالفيديو ان هو اللي عامل القطعه دي، من كتر ما هي شبه الحقيقيه بالظبط. الناس بره والحكومه والوزاره بيشكوا ان القطعه دي اصليه من كتر ما هي شبهها بالظبط. صح يا عم ناصر؟ مش اصليه، دي تقليد. التقليد والقطعه الاصليه فبيتهموا ان دي قطعه اصليه، بس بضطر بقى من اول ما ببدا فيها بصورها قطعه في مرحله بتتصور. من اول ما بتبقى حته صاج مسطحه لغايه ما بتبلس كده، نركب لها الشمبر ده بتتصور. ابدا انقش فيها، اصور، ارسم فيها حاجه اصورها لغايه ما بتنتهي خالص، عشان لو حصل لا قدر الله اي شيء وهي خارجه من المطار ببعت الصور مع صاحبها بيثبت لهم في المطار انها قطعه مصنعه جديده مش قديمه. دلوقتي هنسأل عم ناصر، هل هو ده الشكل النهائي اللي بتبقى عليه القطعة ولا لسه بيتضاف ليها حاجة تاني؟ بالإضافة ليها لسه الربع دي عبارة عن حاجة كده نص كورة زي كده، زي حلقات كده أو حاجات. بس دول لسه ما بتخلصوش، بيتركبوا هنا كده. بيتركبوا عشان يدوا لها الشكل النهائي بتاعها. بيكشوا برضك وبيطعموا. بيدينا الشكل النهائي بتاعي. روعة ما شاء الله. وبيتنجد الجلد من جوه، وبيتعمل له المسكات بتاعته والجلد على اساس انه ما يتعبش يده. للاسف الشديد زي ما احنا قلنا، عمو ناصر حتى بيأكد لنا وبيقول لنا دلوقتي ان المهنه دي في طريقها الى الانقراض لا قدر الله، وهي هتنتهي قريبا. لان لاسباب ان مفيش جلد جديد طالع. انا متهيألي انا يعتبر اصغر واحد في المهنه موجود حاليا، وعمري داخل في 60. يعني 5-6 سنين كمان الواحد مش هيعرف يشتغل تاني. يعني المهنه دي يعتبر احنا اخر جيل. يعني مفيش حد بعدكم بيتعلم او مفيش حد راضي ان هو يتعلم حاجه زي كده؟ اي حد هتجيبه عشان يتعلم قبل ما بيفكر هيتعلم ايه او هيعمل ايه، هتديني كام. طبعا اللي يجي يقول لك هتديني كام يبقى ده ما عندوش قابليه للعلامه. بالظبط، قابليه انه هياخد كام وبس. فعشان كده مفيش جيل جديد طالع. اللي يعمل قطعه زي دي قليل جدا، يعني يعدوا 2-3 في المهنه بالكتير جدا. انت شايف الشغل دلوقتي يا عم ناصر عامل ازاي؟ شايف هل الشغلانه ماشيه سوقها ماشي ولا الشغلانه متعبه ومفيش منها عائد مادي او حاجه؟ بقالنا سنين في المهنه مش هنعرف نغيرها، لكن على العائد المادي بتاعها يعتبر ضعيف جدا. اللي بيستفيد منها التاجر الكبير اللي بيشتري مني القطعه ديت، وهو بيبيعها يعني الله يسهل للناس كلها. بس الاسباب من الاسباب اللي هي وقف يعني تعتبر عامله ركود في مهنتنا ديت غلو الخامات. احنا شغلنا بيعتمد على النحاس والفضه. النهارده زي ما حضرتك سامع الفضه بكام والنحاس بكام. النحاس في يوم واحد غلي 150 جنيه. طيب انت ممكن تقول لنا يا عم ناصر قطعه زي دي لما تنتهي ممكن تكون تكلفتها في حدود كام؟ بس انا قطعه زي دي قطعه من عندي بتتكلف لها في حدود 12000 جنيه. 12000 جنيه. انا شايف ان هو سعره قليل قوي بجد على حاجه زي دي. ما هو زي ما حضرتك مثلا ما بتروح تشتري حاجه من مصنع غير ما تشتريها من محل. صح. ده سعر ورشه مش سعر محل. ده سعر ورشه، ده سعر مصنعها حرفيا. دي تكاليف الخامات بتاعتها. ممكن تقول لي يا عم ناصر برضه قطعه زي دي عشان تخلص ممكن تاخد قد ايه وقت عشان تطلع بالشكل ده؟ القطعه دي عشان تطلع بالشكل ده بتاخد لها من 40 يوم لشهرين. دي فتره. يعني عم ناصر حرفيا بيعيش مع القطعه. من اول ما بروح اشتري قطعه الصاج مسطحه لغايه ما تتشطب خالص، بتلف لحد ما تتلف وتروح للزبون بتاعها. بتقعد حوالي شهرين قاعده مع عم ناصر هنا في المكان، عايشه نايمه صاحيه معاه. احنا اللي عايشين ونايمين معاه. طب انت شايف يا عم ناصر احنا ممكن نحل مشكله الصناعيه او النحاسين ازاي؟ ايه المشكله اللي عندهم؟ ممكن نعمل لهم ايه يساعدهم عشان المهنه دي ما تنقرضش؟ المهنه دي عشان ما تنقرضش لازم يكون في تدخل من الحكومه. تعمل نقابه. الناشئ الجديد اللي جاي يتعلم لما يعرف ان في نقابه وفي مثلا ان في الكبر هيلاقي رعايه ماديه واجتماعيه وصحيه،
يعني النحاسين لحد النهارده او صناعيه النحاس لسه ما عندهمش نقابه، لا ولا عندهم حقوق لو تعبوا لا قدر الله او حاجه، ما فيش علاج او ما فيش اي حاجه. مفيش اي حاجه منها. عشان كده ما يعني ما حدش بيرضى يقبل على المهنه ويتعلمها وكذا، لان عارف ان هي حقوق مهدره، فهي بتنقرض، والجمال اللي احنا شايفينه ده مهدد حرفيا ان احنا ما نشوفوش تاني لا قدر الله. ربنا يبارك لنا في صحته ويخلينا لينا عمو ناصر. انا شايف كمان ان عمو ناصر والناس اللي شغالين في المهنه دي مش موجودين في دول تانية حوالينا. عمو ناصر ياكد لنا كده، مش موجودين في دول تانية حوالينا، فاحنا كدوله اصلا لازم نستثمر في الناس دي ونحافظ عليهم، لان بيجي لهم ناس من بره مخصوص ليهم على اسمهم وعلى شغلهم علشان ياخدوا القطعه دي. فده نوع من انواع السياحه وحاجه مهمه في السياحه. مهنتنا دي من السياحيه من الدرجه الاولى. يعني انا كنت افتكر وانا صغير في السبعينات في الثمانينات، كان الخليلي ده كان كله نحاسيات فقط لا غير. نحاس وجلود وصدف. شغل خان الخليلي. النهارده تلاقي خان الخليلي كله شغل صيني، تماثيل صيني ولعب صيني. فين النحاس؟ مفيش خلاص. اساس خان الخليلي اللي اتبنى عليه خان الخليلي او المهنه اللي اتبنت عليها خان الخليلي انقرضت من خان الخليلي نفسه. اتمنى ان شاء الله المشكله دي تتحل قريب، ونحافظ على الناس دي ونحافظ على الثروه اللي عندنا دي. يعني انا نفسي بتمنى يوما ما اني اقتني حته زي دي او يكون عندي حته زي دي، اني الحق يكون معايا المبلغ المادي اللي يخليني اشتري حاجه زي دي. نتمنى كلنا ان احنا ندعم الموضوع وما نسيبوش، ونيجي نشوف الكلام ده ونحافظ عليه علشان يكملوا والمهنه دي ما تنتهيش. كده احنا خلصنا مع عمو ناصر، وعمو ناصر هيودعكم ويقول لكم باي، مع السلامه.